ايه الحلاوه والجمال اللي انت فيه ده يا وفاء؟ لا الاحمر صراحه ربنا هياكل منك حته. مش ده الكلام اللي انت بتحب تسمعيه دلوقتي؟ ما شاء الله ما بقيتيش تسمعي اي انتقادات ولا اي حد بيقول لك ان انت قلعت الحجاب، انت عندك مشكله، احنا كرهناكي، احنا ما بقيناش طايقينك، احنا هنعمل، احنا نسوي. الكلام ده ما بيعديش من هنا خالص دلوقتي. الكلام اللي بقى جاي على مزاجك والكلام اللي انت بقيتي تحب تسمعيه هم القليلين جدا اللي معاكي في القرار اللي انت خدتيه، وبيشكروك وبيقولوا لك الله عليك وانت زي القمر. بس انت ما شاء الله وانت بتكسبي شويه قد كده مقابل الناس الكتير جدا اللي زعلانين منك ومش فارق معاك اي حد. لسه مسلسل الاستفزاز شغال زي ما هو. مشكلة ان انا حاسس ان احنا في فيلم معاكو، وكل مرة بقى مترقبين الحدث اللي بعد كده ايه او الشوط اللي جاي ايه. فاحنا دلوقتي قاعدين مترقبين ومش عارفين بقى حمدي مجهز. ما هو مش انت اللي بتجهزي، حمدي اللي بيجهز طبعا. ده حمدي ده صاحب الافكار الجميلة، وانت برضو من ناحية تانية ما شاء الله عليكي كلمتك مسموعة ومية مية ومفيش كلمة بتنزلك الارض. فعشان كده وفاء ما بقتش تحب تسمع الآراء السلبية أبدا، وكل الآراء السلبية اللي شغال عليها من امبارح وأول امبارح كلها في الزبالة. وردت رد كده صريح: أنا بعمل اللي بعمله، لما تبقى بتأكلني وبتشربني ابقى تعالى اسألني أنت بتعمل إيه في حياتك. طيب ما هو بالفعل الناس اللي بتأكلكم وبتشربكم والله، ما هو انتوا لولا الناس اللي نجحتكم ونجحت ايام الفيديوهات اللي كنتوا بتطلعوا تاكلوا فيها قدام الكاميرا 2 كيلو كبده، مش عارف 3 كيلو ممبار و5 كيلو مخاصي، والتحديات اللي كنتوا بتعملوها في البدايه، لولا دعم الناس ليكوا ما كنتوش وصلتوا لهنا. دلوقتي بتستنكروا كل الناس اللي اصلا كانت سبب من بعد ربنا ان هي تنجحكم وتعمل لكم حاجه. فده شيء للعجب بصراحه. واحده بتقول لها ايه بجد زي القمر يا فوفا في التغيير الجديد، انا متابعاكي من 2018 واحبكم جدا يا حبيبتي. طبعا هنا وفاء اول ما سمعت الجملتين دول جريت على البلكونه: يا رب احمدك، اخيرا كومنت ايجابي من ساعه ما قلعت الطرحه وعملت اعلان قلع الطرحه واعلنت الحرب على الحجاب، اخيرا كومنت ايجابي. فتطلع بقى ترد عليه عشان توريكم او تورينا كلنا ان هي اصلا بالنسبه لها الموضوع ماشي والدنيا حلوه. زي ما انتوا بتكرهوني او كرهتوني، في ناس بتحبني وحابه اللي انا بعمله، فانا بقى طالع عشان ارضي الاتنين تلاتة. مش مهم انتوا مليون او 2 مليون اللي انتوا بتنتقدوني دول. بجد يا وفاء في تغيير، الجديد حلو حلو زي قمر. معرفش يعني ايه زي قمر. زي قمر انا بحبك قوي. متخيلين الناس اللي بتقدم المشيئه في الغلط؟ يعني انا مثلا ايه، انا رايح ابيع مخدرات ويا رب ان شاء الله هتوفقني يا رب باذن الله، ادعوا لي يا جماعه، انا رايح ابيع مخدرات. حلم ايه اللي انت بتسعي له؟ لسه انت وراكي هدف وبتسعي له اكتر من كده؟ يعني اكتر من انك انت عملتي اعلان لخلع الحجاب، انت ما خلعتيش الحجاب بهدوء. والله العظيم الناس للاسف بتخلع وبتعمل وبتغير وبتمشي في الغلط بس بتستحي بتتكسف. انما انت بقى طالعه لسه بتقدم لنا مقدمات وبتقولي لنا ايه، ده انا لسه عندي بقى في اللي جاي كتير قوي، ده انا لسه التقويم ان شاء الله ربنا يكرمك ونشوف تقويمك احلى من كده. لان ما اعرفش انت من ساعه ما قلعت الحجاب مش هينفع اتكلم بقى الصراحه، الناس عارفه انا هقول ايه. لسه عندك اهداف اكبر من كده، مش عارف اهداف ايه الصراحه. هل هتطلع لنا ببدله رأس بعد كده ولا ايه؟ انا مش عارف صراحه ايه هي الاهداف، ولكن ان شاء الله زي ما قلتي ربنا معاكي ودينا مستنيين يا وفاء. احنا نتوقع اي شيء من حمدي. كومنت اللي بعد كده بيقول: مش بتشاركونا اكلكوا ليه؟ ياه لو عدم القبول كان شخص، انتوا عارفين طبعا كان هيبقى الشخص ده مين. ايه ده يا جدعان؟ ده كأن في يعني بياض اتشال وسواد اتحط مكانه. والله دي نظرتي ونظرة كل الناس اللي بتتفرج حاليا وبتتابع الموضوع. كأن في سواد كبير قوي اتحط كده مرة واحدة، كأن في غيمة جت وغيمت مرة واحدة على الناس دي. ازاي طايقين نفسهم وازاي طايقين اللي هم عملوه وازاي متقبلين الهجوم الشديد اللي بقاله يومين عليهم. المشكلة ان في فيديو قديم ليهم ايام ما كان حمدي لسه فبتقول له هي وفاء: انا عايز اطلع قدام الكاميرا بشعري. لا والله ما هتطلعي بشعرك، انت مجنونه. وحلف، لا واتك قوي على الحلفان. والحلفان يا حمدي، والحلفان يا بابا اللي انت حلفت، وجثتك يا حبيبي اللي انت حلفت بيها. هتعمل في الكلام ده ايه؟ طب انت مسجل الموضوع ده ولا الناس هي اللي مسجله لك وبتفكرك؟ يعني انت فاكر انك قلت كده في يوم من الايام؟ مش فاكر. ليه؟ مش فاضي والله، بلم فلوس والحياه لهياني والدنيا واخداني ومش فاضي بقى. يعني انا لسه اقعد افتكر ان انا كنت بحلف بالله ان انا مش هقلع مراتي الحجاب؟ مش فاكر. ما تدققوش يا جدعان في الحاجات دي. كده كده فوفها
كلها دلوعه وحلوه والموضوع على هواها اصلا، فانا كده كده مش هعمل حاجه هي مش مستهوياها، هي كده كده معايا على الخط. قلت لها يمين هي اصلا قبل مني قايله يمين، قلت لها شمال هي اصلا قبل مني واخده الشمال. فما حدش يا جماعه يلوم على حمدي في حاجه، الاتنين عندهم نفس المبدا. هي اصلا من زمان عندها مبدا خلع الحجاب وما اعرفش ازاي صراحه. يعني انت تيجي تدور عليها وفاء تسمع ان اهلها دول ناس شعبيين وناس بسيطه وناس ولاد بلد، ده اللي انا اسمعه وكل الناس بتسمعه. يشوف حمدي، طبعا انت عارف عيله حمدي والحاج جابر الله يرحمه يعني ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته، كان راجل شعبي واخواته ناس شعبيين. ولما تيجي تبص لوضع اخواته هتلاقي اخواته كلهم ناس زي ما هم، مراتاتهم محافظين على كامل يعني احتشامهم، مش حجابهم، احتشامهم. ما تبصش تلاقي واحده في مرات اخوه من اخواته كلهم لابسه مثلا لبس ضيق ولا مقفز ولا ايا كان، مفيش الكلام ده. كلهم محافظين جدا على احتشامهم برغم ان هم مشهورين زيه، برغم ان هم معاهم فلوس زيه، وليهم اخ كمان بيسافر ويجي بيروح على طول على دبي ويرجع. ما تغيرش ليه؟ اشمعنى انت النبته بتاعتك طالعه بالمنظر ده ولا كأن في حاجه بتحصل؟ المشكله ان حمدي قاعد دلوقتي ورا الشاشه بيضحك علينا كلنا. انا معرفش هم من زمان دي الطينه بتاعتهم اصلا الاصليه، ولا هم بقى الكلام ده الفلوس عملت فيهم كده، ولا الفلوس اصلا بتغير. انا طول عمري بسمع الفلوس بتغير بس بالطريقه دي ما شفتش، يعني باسلوب ان انا اطلع اهين رمز الاسلام. ما هو الحجاب رمز الاسلام، انا اطلع اهين رمز الاسلام قدام الناس كلها واطلع بعدها ولا يفرق معايا عشان انا معايا فلوس كتير، علشان انا بقيت حابب ان انا اعيش عيشه غير اللي الناس كلها عايشاها وانا شايف نفسي في مستوى تاني. طب لحد امتى؟ لكام سنه؟ سنه 2 3 4 مليون؟ وبعدين اللي يحزن في ايه قرانيه يعني منتشرة جدا على فيديو لوفاء من فترة، وهي كانت بتعمل عمرة وكانت بتصلي وبتدعي ربنا ويا رب خليك معايا. اللي يحزن ان نفس الآية دي منتشرة وهي من قبل ومن بعد ما قلعت الحجاب، ومش من بعد بس ما قلعت الحجاب، من بعد ما أهانت الحجاب اللي فرضه ربنا سبحانه وتعالى علينا. كارثه بقى اللي محدش خد باله منها، ومعرفش ازاي حمدي قبل في الفيديو اللي نزل لما طلعت لبست فستان وفي الاخر اتنشت في المول. شغل انت عارفين ده شغل ايه عشان الناس ما تزعلش مني. لما طلعت مشت بالفستان السواري بتاعها في المول وتصورت الغنوه بتاعت جانجام ستايل في اخرها، وجايبين اللقطه بتاعتها وهي بتلف وهي بتقول سكس الليدي. يعني انت قابل انك انت تحط جملة سكس الليدي في مطرح المونتاج وانت بتعمل مونتاج على مراتك وهي طالعة بالفستان اللي نص كم ومش عارف من هنا عريان ومن هنا عريان وبشعرها؟ سكس الليدي، سكس الليدي يعني امرأة مثيرة. انت عايز تقول لنا ان مراتك امرأة مثيرة؟ هي صراحة مثيرة للضحك مش مثيرة لحاجة تانية. فلا، حالتكم بقت صعبة ووضعكم بقى من أسوأ لأسوأ. فمش عارف صراحة ربنا يعني الناس تقول فيكوا ايه. الناس قالت والناس اتكلمت والناس هاجمت بما فيه الكفايه. خش في الكومنتات، ادخل كده عند حمدي ووفاء واتفرج على الكومنتات. هم بقى مش شايفين، عمي ما تفهمش. بالنسبه لنا نحن لا نرى لا نسمع لا نتكلم، محدش ليه دعوه، احنا عجبنا اللي احنا بنعمله ده. وهي طلعت وفاء ردت، لسه لحد الان حمدي ما ردش، بس متهيألي حمدي ايه، هو سايب وفاء تطلع بقى. لا بقول لك ايه، خد انت بقى الموضوع كله في وشك وخليني انا من بعيد لبعيد كده اقلع واعمل وافكر واخطط واشوف بقى هعمل لكم ترند ازاي الفتره الجايه. ادعوا لهم يا جماعه بالهدايه، ادعوا لهم، يمكن من عند ربنا يتراجعوا عن اللي هم فيه، علشان خاطر الغفله اللي هم فيها هيجي وقت وهتنزل عليهم بعقاب شديد جدا من عند ربنا. محدش بيتحدى ربنا وبيكسب، لا يمكن. خلينا نكون واقعيين وصراحة. شفتوا انسان في الدنيا تحدى ربنا؟ مش بس تحداه، يعني ده تعدى حدوده مع ربنا. لما نهين رمز الاسلام وهو الحجاب نتعدى حدودنا بالمنظر ده مع ربنا. شفتوا انسان من بعدها فلح في حياته او كان كويس او ما كانش الرد بتاع ربنا عليه كان شديد؟ فكل حاجة جاية في وقتها. فاحنا قاعدين بنشوف المسلسل ومستنيين تتر النهاية ينزل بقى. ما بنتمناش اي حاجة ليكوا غير ان ربنا يهديكم بس. وصلنا لاخر الفيديو. لو وصلتوا معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا. لو ما حطيتوش لايك حط لايك، ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.